ازاي تكتب ريزيوم اوبجكتيف ستيتمنت قوي؟ في البدايه احب انك تعرف ان الريزيوم اوبجكتيف ستيتمنت عليه خلاف. هل مهم انك تكتب اوبجكتيف ستيتمنت في الريزيوم ولا مش مهم انك تكتبه اصلا؟ في ناس بتقول ان الاوبجكتيف ستيتمنت مقبوله بس لما تكون فريش جراديويت او لما تكون خبرتك قليله في مجال شغل، وعلى الجانب الاخر ناس تانية شايفين ان الاوبجكتيف ستيتمنت مهمه وممكن تبقى ادد فاليو في السي في. على كل احنا هنتكلم عن الاوبجكتيف ستيتمنت وهسيب لك الاختيار تبقى مع اي فريق منهم. What is a resume objective statement؟ الريزيوم اوبجكتيف ستيتمنت هي مقدمة قصيرة من جملة لثلاث جمل بتكون موجودة بعد البيرسونال انفورميشن في السي في، وبتكون عبارة عن اوتلاينز للكارير جولز بتاعتك وبعض السكيلز والاكسبيرينسز اللي بتوضح الادد فاليو اللي عندك للجوب اللي انت مقدم عليها. When is a resume objective statement a good option؟ تاني هقول لك ان بعض الخبراء بيقولوا ان الريزيوم اوبجكتيف ستيتمنت بتعتبر outdated او قديمة، ولكن في خبراء تانيين شايفين انها مفيدة جدا. فانا هقول لك 5 حالات ممكن تكتب فيها الاوبجكتيف ستيتمنت وتكون مفيدة. اول حاله الفريش جراديويت. عاده الفريش جراديويت بيستخدموا الاوبجكتيف ستيتمنت عشان يوضحوا نوع الوظيفه اللي بيدوروا عليها. الحاله الثانيه انك تكون عايز تعمل كارير او اندستري تشينج، لو انت عايز تغير مجال شغلك بس ما عندكش الخبرات في الكارير او الاندستري اللي انت عايز تتنقل ليهم، ممكن الاوبجكتيف ستيتمنت تساعدك انك توضح اهدافك اللي عايز تتنقل عشانها للكارير او الاندستري الجديده، وكمان هتكون فرصه عشان توضح السكيلز بتاعتك اللي هتساعدك في الكارير الجديد. الحالة الثالثة لو بعدت فترة طويلة عن الجوب ماركت أو سوق العمل وعايز ترجع تاني، وأقصد بالفترة الطويلة هنا إنها تبقى سنين، ممكن في الحالة دي تستخدم الأوبجكتيف ستيتمنت عشان توضح الأسباب اللي بعدت بسببها عن الكارير أو الجوب ماركت. رابع حالة لو بتحاول تقدم على وظيفة بس الوظيفة دي تعتبر ترقية بالنسبة لوظيفتك الحالية، هنا الأوبجكتيف ستيتمنت هتساعدك إنك توضح your goals وإزاي الشركة هتستفيد من ترقيتك. الحالة الخامسة والأخيرة لو عايز تبين إن عندك رؤية واضحة وإنك عارف اللي أنت عايزه بالظبط، الأوبجكتيف ستيتمنت بيظهر إن أهدافك واضحة بالنسبة لك وإنك عارف أنت عايز إيه في الكارير بتاعك، وكمان الكارير أوبجكتيف بيوضح إنك فاميليار بالشركة وبالصناعة، وده بيكون حاجة مهمة للشركات. How to write an objective statement for a resume. نيجي بقى لازاي تكتب resume objective statement. هقول لك 4 حاجات تركز عليهم عشان تكتب an appealing resume objective. Align it to the job. ما ينفعش تكتب standard objective statement وتستخدمها في كل وظيفة وأي وظيفة بتقدم عليها. المفروض إن الobjective statement بيكون مناسب ومتناغم مع الوظيفة اللي أنت بتقدم عليها. تاني حاجة be clear and concise. ده أهم حاجة تركز عليها وأنت بتكتب الobjective statement، انك تكون واضح ومختصر. كل ما زادت الدقة في الاوبجكتيف ستيتمنت كل ما زادت فرصك انك توصل للانترفيو. ابدأ باللي انت عايزه من الوظيفة وايه السكيلز والاكسبيرينسز اللي عندك وفي نفس الوقت مناسبة للوظيفة، وبلاش الحشو الزيادة في الاوبجكتيف ستيتمنت. تالت حاجة include how you add value. مهم جدا انك تذكر الفاليو اللي انت هتضيفها للشركه. اغلب الناس وهي بتكتب الاوبجكتيف ستيتمنت بتكتب هي عايزه توصل لايه، وبتنسى تذكر ايه الفاليو اللي هتضيفها للشركه وازاي الشركه هتستفيد من الفاليو دي. الهدف الاساسي من الريزيوم بتاعك هو انك بتوضح ازاي انت ان ايديال كانديديت للجوب اللي انت مقدم عليه، وده اكيد هيبدا من الاوبجكتيف ستيتمنت في بدايه الريزيوم. فلازم يكون واضح من الاوبجكتيف ستيتمنت ايه الفاليو بتاعتك واللي هتشد الهايرنج مانجر انه يشوفك مناسب للوظيفه. رابع حاجه highlight your strongest competencies and attributes. لازم تذكر في الاوبجكتيف ستيتمنت ايه هي نقاط قوتك، والمفروض نقاط القوه دي يكون ليها علاقه بالوظيفه اللي انت مقدم عليها، ويفضل لو عندك يونيك محدش غيرك يقدر يعملها. ممكن كمان تكتب في الاوبجكتيف ستيتمنت اي سيرتيفيكيشنز او لايسنسز ليها علاقه بالوظيفه او الشركه اللي انت بتبعت لها السي في بتاعك. في النهايه لازم تعرف ان اول انترسكشن بين الامبلوير وبينك هو الريزيوم بتاعك، فسواء قررت انك تكتب اوبجكتيف ستيتمنت او لا فانت لازم تهتم بالريزيوم بتاعك بالكامل وتراجعه وتدقق وتعدل اي اخطاء سواء في الجرامر او في السبيلنج او اي اخطاء ممكن تلاقيها، عشان توصل صورة انك عندك القدرة على اتقان شغلك وتسيب انطباع كويس يكون دافع للهايرنج مانجر انه يطلبك لانترفيو. واتمنى لك كل النجاح في الكارير لايف بتاعك، واتمنى اكون قدمت لك معلومه مفيده. وما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه عشان حد تاني يستفيد، وكمان اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.